أنه إن سكر ليفعل فحكمه حكم الصاحي، وإن سكر لا ليفعل ولكن فعل فحكمه حكم المجنون. فما يضمنه المجنون يضمنه السكران. ومعروف أن المجنون يضمن حقوق الآدميين، كما لو أتلف شيئا أو اعتدى على شيء فإنه يضمن. هذا القول قول وسط، وله حظ من النظر، لأن من سكر ليفعل هو في الحقيقة قد قصد الفعل، لكنه جعل السكر وسيلة وتغطية، فيعاقب بنقيض قصده، بخلاف من سكر ولم يطرأ على باله الفعل ولكن فعل، فهذا حكم المجنون، لا يقام عليه الحد إن فعل ما فيه الحد، ويضمن ما أتلفه على الآدميين، لأن حق الآدمي لا يشترط فيه القصد.